تشكيل قتالي جديد تحت مسمى كتائب الحمزة لمحاربة المسلحين المتطرفين في مدينة حديثة بحسب مصادر من الشرطة، لدعم عشائر الجغايفة فيها والقوات المشتركة في صد عناصر التنظيم الذين فشلوا في اقتحام مدينتهم. نطلب من الحكومة المركزية بدعم الكتائب الحمزة بالسلاح والعتاد والعدة. المصادر أفادت بأن كتائب الحمزة تتميز بخبرة قتالية ضد العناصر المتطرفة لما تملكه من معلومات حول مخططاتهم في شن الهجمات، حيث كانت تقاتل تنظيم القاعدة في العام 2004، ثم انخرطت بعدها في صفوف قوات الأمن، حيث توجد في مدينة القائم الحدودية وتنتمي إلى عشيرة آل بومحل الدليمية. الكتائب أعادت تشكيل صفوفها بعد انهيار الأمن وسيطرة المتطرفين على مدينتهم قبل أشهر قليلة، وانضمت إلى القوات المشتركة في القتال ضد عناصر داعش في عدد من المناطق الغربية. وكانت مدينة حديثة محطتهم الجديدة التي شنوا فيها معارك عنيفة مع قبائل الجغايفة ضد المتشددين وبدعم طائرات الجيش، تكبد التنظيم من خلالها خسائر كبيرة. جاسم محسن، العربية.